بقول لك ايه؟ تفتكر هو النخل اطول ولا القطر اسرع؟ مش حاسس انك سمعت السؤال ده قبل كده؟ انا هقول لك انت سمعته فين في اول حلقة من سينما ليست. فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله. في سينما ليست ما بنتكلمش عن الافلام بالشكل التقليدي كتمثيل وكادرات، احنا هنا بنتكلم عن الشخصيات جوه الافلام دي. والنهارده معانا شخصية بلبل من فيلم بلبل حيران، اللي واضح جدا من اسم الفيلم انه مشكلته انه كان حيران. بلبل هو الشاب الروش اللذيذ اللي حياته كلها هزار، وكانت أزمته الكبيرة إنه بيدور على المثالية والكمال في الست اللي هو عايز يتجوزها، أو زي ما كان بيسميها يعني السوبر وومن. بيبدأ الفيلم ببلبل وهو في المستشفى متدغدغ وما فيهوش عظمة سليمة، وبيبدأ يحكي لنا قصته وإيه اللي وصله للحالة دي، من أول ما قابل ياسمين، البنت اللي أبهرته تماما من أول ما اتعرف بيها، رغم إنها شخصية نقيض تماما عن بلبل، واثقة من نفسها، عارفة هي عايزة إيه، شجاعة، حضورها بيطغي على الكل، ده غير كمان إنها بتفرض رأيها عليهم. بلبل في الأول انجذب لها جدا، ونجح إن هو يوقعها في حبه ويتخطبوا، ولكن مع الوقت ابتدى يحس إن هو مجرد هامش في حياتها، وإن كل الأسباب اللي خلته يحبها في الأول بقت هي نفس الأسباب اللي خلته يكرهها في الآخر، خصوصا بعد ما قابل هالة. ايه مالك في ايه حبيبتي مالك؟ جرالك حاجه؟ الكاوتش نام. كاوتش؟ انت بتعيطي يا هلا؟ البنت النقيض تماما عن شخصية ياسمين، اعتمادية، ملهاش رأي، ومحتاجة بلبل في كل تفصيلة في حياتها. رغم ان اختلاف الشخصيات ده ممكن يبين ان الاختيار كان سهل ما بين هالة وياسمين، ولكن العكس تماما، بلبل كان فعلا حيران. فتعالى نفكر مع بعض كده ليه ممكن بلبل كان حيران. اول سبب هو الخوف. لما تكون قدام قرار مصيري في حياتك بتبقى خايف جدا انك تتخذ قرار معين، عشان عارف انك مع الوقت هتتحمل نتيجة اختيارك ده. بالتالي بلبل ما كانش عارف يختار ما بين هالة وياسمين، لأنه عارف إن في وقت معين هيتحمل تعاسة نتيجة اختياره ده. أما بالنسبة لتاني سبب هو إن يظهر لك زي اختيار مفاجئ يربك لك كل حساباتك اللي فاتت، وده حصل مع بلبل لما كان غضبان من ياسمين في وقت ظهور هالة، ووقت كمان زهقوا من هالة وقت ظهور ياسمين. أما بالنسبة لتالت سبب وهو الكومفورت زون أو منطقة الراحة، لأن كل واحد فينا بيكون عنده اختيارات آمنة أول ما بيخرج منها بيحس إن هو متردد، والاختيار الآمن لبلبل إن هو يكون سنجل أصلا زي ما حصل في نهاية الفيلم. فبالتالي كل مرة كان بيحاول فيها إنه يرتبط سواء بهالة أو بياسمين كان دايما بيكون متردد، لأنه في الآخر بره الكومفورت زون بتاعته. ولو لاحظت بلبل طول الفيلم ما كانش له أي شخص يستشيره أو ياخد منه نصايح، حتى ظهور أمل نفسها اللي كان بيحكي لها طول الفيلم كان بعد ما اوريدي كل قصته مع هالة وياسمين خلصت، وهي كمان في النهاية انتهى بيها المطاف انه حس بالذنب الرهيب ناحيتها زي ما حسوا مع هالة وياسمين. السؤال المهم هنا، هل غلطة بلبل انه كان محتار؟ الإجابة أكيد لا، لأن كلنا بنحتار، هناكل ايه، هنشرب ايه، هنلبس ايه. غلطة بلبل الأساسية هو انه كان بيقارن ما بين شخصيتين مختلفتين تماما عن بعض، وكان مستني ان واحدة فيهم تاخد أعلى تقييم وتكون هي المختارة. انا غلطان من الاول. انا كنت عايز سوبر وومن، بس انا اصلا مانيش سوبرمان. انا مش سوبرمان، انا حماده. ورغم غلطة بلبل فهو أكيد مش شيطان، لأن كل واحد فينا جواه الخير والشر. بس علشان ما تقعش في غلطة بلبل ما تشتتش نفسك ما بين الاختيارات اللي حواليك، حكم البدايل بعقلك، واعرف كويس إنك مش هتكسب كل حاجة، بس ممكن تخسر كل حاجة. أما بالنسبة لسؤالنا في أول الحلقة، هو النخلة أطول ولا القطر أسرع؟ فالإجابة زي ما بلبل بقال في الفيلم. البحر اوسع. انتوا كمان شاركونا ايه أكتر موقف ممكن تكونوا احترتوا. خلصت؟ خلاص.